لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل في الأرض خليفة أخبر الملائكة بذلك، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، إلى آخر الآيات. هذه القصة فيها وجوه متعددة في بيان شرف العلم وفضله. منها أن الله سبحانه وتعالى لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه ميزه عليهم بالعلم، لم يميزه بمزيد مال ولا جاه ولا جمال صورة، إنما ميزه بالعلم، لأن العلم هو شرف الإنسان، فعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وكانت نتيجة ذلك أن الملائكة أقروا لفضله وشرفه لما رأوا من العلم وما وهبه الله عز وجل منه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من المخلوقات، لكن لما أراد الله سبحانه أن يظهر فضله وشرفه أظهر لهم أحسن ما فيه وهو علمه، فدل على أن العلم أشرف ما في الإنسان، وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم. ونظير ذلك ما فعله بنبيه يوسف الذي أوتي شطر الجمال، لكن لما أراد الله عز وجل أن يظهر فضله وشرفه على أهل زمانه أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء تعبير الرؤى، فحينئذ قدمه ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض، وكان قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه وجمال صورته. ولما ظهر له حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلقه من الحبس ومكنه في الأرض، فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة.